بسبب ان الدنيا ضيقه في وشهم. دول خرجوا بس لوجه مصر، خرجوا بس لوجه البلد، وقالوا اللي ما قدروش يعملوه الاجيال اللي قبلنا احنا نقدر نعمله. احنا مش نشطاء، احنا ما بنتمولش من حد، احنا عايزين نقول احنا بنحب البلد. ولولا انني لست في حل ان اعلن عن اسماء او اسم بعيني لكنت قلت انه في شخص مباشره قال فكره التعويض المادي واللي ممكن يساند بشيء او بشكل ما موجود وجاهز، وما اقدرش اقول اكتر من كده لاني لست في حل من ذلك. انا عايز اقول لكل ام وكل اب بجد فقد ابنه، انا اسف بس دي مش غلطتنا والله العظيم غلطتنا، دي غلطة كل واحد كان ماسك في السلطة ومثبت فيها. عايز امشي. ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القمر، ولا بد للليل أن يندلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. مين اللي قال بس أدري نحدد طريقنا ونمشي منين؟ هنقدر وبكرة هتحكي السنين تقول احنا كنا لحظة هنا. هنقدر إذا بس يوم نتفق نقول كلمة واحدة ولا نفترق، ساعتها طريقنا راح يتخلق قصادنا ونمشي فيه كلنا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القمر، ولا بد للليل أن يندلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. بجد سيادته كلابه بيبوسوا، وفوق الغلابة جزمهم يدوسوا، وشعبك لناسي يا مصر غموسه مذلة وحرقة وحزة ومر. كفاية مهانة يا مصري وسود، وارفض صداقي وطول عين سود، وكسر قيودك وعدل جسور، واعرف انك اتولدت حر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القمر، ولا بد للليل أن يندلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.